تخيل إن الوقت ما بيجريش وإحنا اللي بنجري جوه الوقت، والعلم أكد ده. طب إزاي؟ وإزاي لما بتكون مع حد بتحبه الوقت بيعدي بسرعة جدا، بس في نفس الوقت بتحس إن كل لحظة مع حياة. ولما بتتوتر أو بتحس بالانتظار الوقت بيطول وبيبقى ممل، بس بيخلي حياتك تجري بسرعة جدا وتضيع من غير ما تحس. حاجة تلخبط فعلا. بالراحة كده وهنفهم مع بعض الوقت الحقيقي بيتحسب بإيه. الوقت نفسه مش حاجة بتشوفها. سيبك من الساعة اللي في ايدك او في موبايلك، دي مجرد أداة تذكير. المخ عنده ساعة جواه اللي بيحرك العقارب بتاعتها، مش الدقايق ولا الثواني. مشاعرك هي اللي بتحركها. في 2017 في جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها دوك عملت تجربة اسمها Time Distortion Under Fear، بمعنى الزمن تحت تأثير الخوف. العلماء كانوا عايزين يعرفوا ليه لما بنخاف بنحس ان الوقت بيطول. حاجة كده زي لما بتحصل حادثة او تستنى نتيجة مهمة، ايه اللي بيخليك تحس ان الدقيقة دي بقت ساعة؟ جابوا مجموعة من المتطوعين وعرضوا احداث قصيرة بس مدتها متساوية. اكتشفوا ان احساسهم بالوقت كان اطول من الحقيقي بنسبة 30 ل 50%. يعني الساعة تحت تأثير الخوف والانتظار بتتحس تقريبا ساعة ونص. لما فحصوا نشاط المخ لقوا ان اللوزة الدماغية، الجزء اللي بيشغل انذار الخطر في المخ، كان شغال بأقصى طاقته. المخ هنا في وقت الخوف بيحاول يلقط كل التفاصيل علشان يحميك، كل نفس، كل صوت. بس النتيجة بتحس ان الزمن تقل وان اللحظة مش بتخلص. باختصار يا صديقي، لو التوتر عالي المخ بيسرع ساعته الداخلية، فبتحس ان الزمن اطول. ولو الهدوء عالي المخ بيبطأ ساعته الداخلية، فبتحس ان الزمن اقصر. بمعنى لما بتتوتر عقلك بيحاول يسبق الزمن، ولما بتهدى الزمن بيهدى معاك. معنى كده ان الوقت مش ثابت، لكن المخ بيفسر الوقت على حسب احساسك انت. لما تهدى بتكتشف ان الزمن عمره ما كان خصمك، كان دايما بيستنيك تهدى علشان تعيشه. ما هي اصل انت مش في سباق يا صديقي، انت عايش حياتك انت. وخليني اقولك على نصايح تخليك تعيش بهدوء. النصيحة الاولى: ابدأ يومك من غير استعجال. أول دقيقة بعد ما بتصحى هي أكتر دقيقة بتحدد شكل يومك كله. لو قمت تجري على موبايلك دماغك هتدخل في سباق حتى من غير ما تفهم إنها صحيت. بس لو قعدت لحظة كده وفتحت عينيك على مهلك وبصيت حواليك واستمتعت بصباحك بالطريقة اللي تعجبك، كوباية قهوة، شاور، مناش، كل واحد وليه طريقته اللي بتسعده، المخ ساعتها هنا بيفهم إن مفيش خطر، فبيبتدي يهدى ويفرز هرمون اسمه السيروتونين. تخيل معايا بقى يا صديقي إن اللحظة الصغيرة دي هي اللي بتخليك تمشي طول نهارك حاسس بالهدوء. ده ليه؟ لأن البداية بتعلمك إنك مش في سباق حتى مع الوقت نفسه. النصيحة التانية: اعمل كل حاجة على مهلك. خد بالك، الهدوء مش إنك تبطل شغل ولا إنك تبقى شخص بارد ولا كسلان. الهدوء هنا معناه إن أنت تبقى حاضر في كل تفصيلة في يومك. كل حاجة في يومك ليها نفس خاص بيها، ليها طعم خاص بيها. لما تستعجلها بتفقد طعمها، ولما تتعامل معها على مهلك كل تفصيلة فيها بتتحول لتجربة. انت مش لازم تخلص أسرع، انت محتاج تحس أكتر. وانت بتاكل اللقمة حس بطعمها، وانت ماشي بص حواليك ما تبصش في موبايلك، وانت بتتكلم مع حد بص في عين اللي قدامك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفكرك ان انت عايش مش مجرد شخص موجود. النصيحة التالتة: قلل المقارنة. المقارنة أكتر عادة بتسرق راحتك من غير ما تحس، وكل مرة هتبص فيها لشخص غيرك بتنسى تبص لنفسك. لما تشوف حد سابقك بتفتكر ان انت متأخر، بس يا صديقي محدش قال اصلا انكوا في نفس الطريق. كل واحد ليه رحلته وليها بدايتها وليها توقيتها. اللي سبقك في الشغل يمكن لسه بيدور على راحته، واللي سافر يمكن نفسه في حضن البيت. العلم بيقول ان المقارنة المستمرة بتقلل افراز الدوبامين المسؤول عن السعادة. يعني كل مرة تبص لغيرك بتسحب من رصيد سعادتك. عيش توقيتك انت مش على توقيت الناس. النصيحة الرابعة: لحظة شكر على النعم اللي في حياتك. جرب كل يوم تشوف النعم اللي في حياتك، بس مش بسرعة. مش لازم يكون عندك حدث كبير. أوقات النعمة بتكون في التفاصيل الصغيرة اللي بنعديها من غير ما ناخد بالنا. إن في حد في حياتك بيحبك نعمة، إنك قادر تقف على رجلك نعمة، إنك قادر تستوعب وتتعلم نعمة. نعم كتير ممكن تكون مش واخد بالك منها وإنت بتجري في سباق الحياة اللي هو أصلا مش موجود.
لما تركز على الحاجات اللي عندك، المخ بيبتدي يفرز هرمون الدوبامين اللي مسؤول عن السعادة، واللي بيخليك في كل مرة تلاحظ حاجة حلوة مش بس تشوفها، انت بتعيش جواها. يعني باختصار، انت مش محتاج تغير حياتك علشان تهدى، انت محتاج تشوفها بس بعيون اهدى. الخلاصة يا صديقي، الحياة مش سباق ولا في خط نهاية كلنا بنجري نحاول نوصل له. اللي فاهم الحياة على حقيقتها بيعرف يشوف كل لحظة كأنها مكافأة. خد وقتك، مفيش حد هيحاسبك. امشي على مهلك، المهم ان انت ماشي. وخلي بالك من كل لحظة في حياتك، لأن اللحظة دي هي عمرك الحقيقي. سلام.